السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض القرص المبسوسة بطريقة سهلة أوي هتعجبكم ان شاء الله. انا معايا 6 كوبايات دقيق، عليهم كوبايتين ونص سمنة. انا حطيت كوبايتين ونص سمنة، ويا اما كوبايتين لو انت عايزاها يعني مظبوطة يبقى كوبايتين، كوباية ونص سمنة ونص زيت. عايزاها ناعمة قوي تحطي زي كوبايتين ونص سمنة كده، ويا رب يا دوب يعني ربع كوباية زيت، يعني اللي يعجبك، بس انا عايزاها ناعمة. حطيت 6 كوبايات دقيق، حطيت 3 معالق لبن بودر، حطيت شمر، حطيت 3 معالق سمسم. انا بحب الشمر سيح زي ما هو كده، بحس يعني وانا بندو باكل من القرصة كده يعني يبقى تحتي سنان انا بحبه يعني، بيبقى ريحته جميلة وطعمه جميل، فبسيبه سيح ما بطحنوش. ده باكت خميرة هحطه في مية دافية واركنه دلوقتي على جنب. اما في البولة حطيت زي ما قلت لكم 3 معالق سمسم، 3 معالق لبن بودر، معلقة بيكنج باودر، معلقتين شمر وينسون. وحطيت دي بقى، جربيها دي هتدي معاكي هشاشة ومقرمشة من بره كده، يعني وحدة القرصة تبقى مقرمشة من بره كده وناعمة من جوه. حطي على ال6 كوبايات 3 معالق، على يعني على كوبايتين دقيق حطي معلقة نشا. انا حطيت على ال6 كوبايات حطيت 3 معالق نشا، والله هتفرق معاكي جامد. دلوقتي انا حطيت زي ما قلت لكم ربع كوبايه زيت، ربع كوبايه زيت، تلت كوبايه زيت زي ما انت عايزه. وبعد كده ابدا بعد ما تتبسي بالسمنه كويس هحط الخميره. انا مش هعجنها بلبن، لان انا حاطه لبن بودر. عايزه تعجنيها بلبن زي ما انت عايزه، بس اللبن البودر بيدي غناوه وبيدي طعم حلو، فمش محتاجه لبن حليبي اللي هو العادي. انا بساعد بس العجان كده وبلف معايا بقلبه معايا كده، العجينه تبقى ناعمه معاكي. انا استعملت الدقيق خد مني كوبايه ميه بالظبط، وحسب برضو يعني نوع الدقيق بتاعي. انا الدقيق بتاعي دوت خد مني كوبايه ميه كامله، كوبايه ميه بالخميره مش من غير الخميره، كوبايه ميه كامله بالخميره. وانتي برضو حسب الدقيق بتاعك هياخد معاكي ميه اتعجنت معايا ان عجينه زي ما انتوا شايفينها طريه وناعمه. انا خرجتها بس من البوله اوريها لكم، بصوا طريه وناعمه عامله زي الملبن في ايدي. انا مش هحط عجين دقيق ولا حاجه عليها، هي اما تخمر برضه ليها قفشه تاني يعني هتقفش تاني. فانا ما حبيتش اللي انا يعني احط معلقتين دقيق ولا الكلام ده. بصوا ناعمه معايا ازاي، ريحتها بقى ومش قادره اقول لك الريحه، يعني قلبت الدنيا. انا حاولت ان انا احط عليها البوله كده، لقيت يعني مش البوله مش هتسعها كلها. قلت لا، وعلى شقلبت البول. اصلا انا بعمل في العجين بتاعي على طول كده، فدي ما شاء الله عشان كميه كبيره فمش مقضيه البول. هرجع احطها في البوله زي ما انتوا شايفين كده، واحط عليها كيس واغطيها بحته واسيبها مع نفسها يعني يا تخمر بتحوالي الدنيا حر قوي، يعني ربع ساعه نص ساعه بالكتير قوي. بس هبدأ اللي انا افردها. انا عندي عجوه، العجوه دي انا كان عندي بلح من رمضان، البلح اللي هو الرتب الناعم دوت. عملتها اديته غلوه كده على النار بمعلقتين ميه، ناعم معايا خالص. هرسته بايدي وما كانش مستحمل ان هو احطه في الكبه ولا حاجه، ناعم معايا وبقى عجوه. هوريلكم زي ما انتوا شايفين كده. رحت بقى يعني انا حاطه في عاملاه في اكياس اللي هي اكياس اللبن. رحت خليته في كيس اللبن زي ما هو، وفردته بالنشابه بكيس اللبن. معلش على ابني عمال يلعب فرحان بس ما بيتش ايده على عجين ولا حاجه طبعا. انا ممكن اديله حته عجينه يلعب قدامي كده، براضيه بس. زي ما كانت ماما الله يرحمها تراضينا زمان في كحك العيد والحاجات دي، تدينا عجينه نقعد نلعب بيها كده. فانا اديله حته عجينه كده يقعد قدامي على الترابيزه كده، يقعد يلعب بيها شويه. بس انا هعمل رول، اعمل لقم صغيره كده. هحاول ان انا اقفل كده بال
عشان العجوه ما تبانش تتحرق ولا حاجه. العجينه زي ما انا قلت لكم ناعمه 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 في ايدي، والله عامله زي الملبن كده. طلعت بقى تشوفوها بقى. طبعا انتوا بتعرفوا ان الستات الشاطره بقى والبنات الشاطره هتعرفي ان العجينه كانت ناعمه. فملمس العجينه في ايدك بعد ما تستوي هتبقى عامله ازاي. والله حاجه كده عامله زي يعني اقول اكنه كحك العيد. انا نسيت اقول لكم اللي في المطربان الصغنون دوت ريحه كحك، الكحك بتاع العيد. ريحه الكحك انا بحبها قوي برضو في المعجنات. فمش عارفه اللقطه دي جت او فاتتني او في مطربان صغنن كده، مطربان عسل. انا حطيت حوالي ربع معلقه، تدي ريحه حلوه وطعم جميل لقطعه القرصه اللي بتاكليها. انا بساوي بس كده بحيث بس العجوه ما تطلعش من الجنب تتحرق ولا حاجه. الحمد لله ولا اتحرقت ولا اي حاجه برضو. هعمل لقم كده صغننه كده وارجع ايه. انا هعمل لسه بالجبنه. عايزه بقى تحشي جبنه، عايزه تعمليه ساده، عايزه تحشيه ملبن، عايزه بعجوه زي ما انا عايزه، اللي انت عايزاه اعمليه. كله متاح ليكي ما دام انت بتحبي الحاجه اللي بتحبيها حطيها في العجينه. العجينه معاكي عاملاها بطريقه حلوه ومقادير مظبوطه ولينه معاكي سهله مش صعبه، فهتقدري تحشيها اللي انت عايزاه. اصلا ريحه العجينه تاكليها نيه، والله تاكليها نيه من ريحتها الجميله. انا بسوي كده بس واقفل كده وايه وارجع اقطع. معلش انا بعتذر على الاضاءه. في المطبخ كان النور قطع، يا دوبك جه. طبعا رحت خارجه بره بقى، ما قدرتش اقف على المطبخ اكمل. الحر بقى ايه حاجه كده، بنتحاسب نار. فخرجت بقى على الترابيزه بره في الصاله. بس يعني الاضاءه مش جامده زي بتاعه المطبخ. بس هي شغاله، ربنا يسهل كده الامور كده وان شاء الله، واعلي الاضاءه شويه. انا عملت بالجبنه. الجبنه دي جبنه براميلي حادقه جدا وفيها فلفل حراق نار. فيبقى معادل يعني الطعم متعادل معاكي. وانتي لو بتفطري الصبح كوبايه شاي كده او تعشي بكوبايه شاي بلبن وقرصايه، يا على الجمال. هتقفل معاكي اللي هو حاجه كده بمزاج، ولا سندوتش ولا حاجه. عامله انت سندوتش جبنه بالزبده بريحه الكحك بشمر والكلام ده، والله تاخدي واحده قرصايه بس، يا سلام على الجمال. طعمها جميل ومليتي البيت خير كده وريحه البيت خبيز. انا بحب الخبيز جدا، يعني من الحاجات اللي بحبها اكتر والله ما اعمل اكل ولا الكلام ده. بحب ريحه الخبيز في البيت. كان بقى قرص فينو اي حاجه، شوريك اللي هو الشريك الطري ده بتاع بموت فيه. انا عملت حبه بالعجوه دول، حطيت عليهم سمسم وحط عليهم بسقيهم، يعني ببلها كده من فوق بس عشان السمسم يمسك. بحط عليها لبن عشان بس السمسم يمسك معايا. مش عايزه تحطي براحتك، بس انا قلت فضلته يعني عن البيض والحاجات دي، ما بحبش البيض في المعجنات ولا كده. قلت يعني ادهنها لبن كده، ادهن ال القطعه لبن واحط عليها سمسم من فوق. والصينيه اللي تحتها دي برضو عاملاها نفس الحكايه، اللي هي اللقم الصغيره. اما المدوره والطويله دي لا، ما حطيت، سبتها ساده زي ما هي، يعني ما حطيتش من فوق الوش حاجه. عامله المدوره الاتنين دول اللي هو سقيتهم لبن دول بالعجوه. انما السنان اللي في ايدي والسنان المدوره ديت واللي تحتها المدوره التانية دول بالجبنه، والطويل ده ساده خالص. بصوا بقى منظر دهبي ازاي. ولا حطيت دهنتهمش دول ولا دهنت يعني ولا لبن ولا اي حاجه، ابو سمسم بس اللي دهنته لبن. بصوا تم وانا بس هي سخنه مش راضيه تشال من السنين المدورين دول. بس حاولت ان انا اشيل لكم واحده دي، الواحده دي بعجوه، التانية دي بالجبنه. بصوا الجبنه فوق، بصي مفرغه ازاي وعامله ازاي. والله حاجه كده جميله. جربوا الطريقه بتاعتي دي وان شاء الله هتعجبكم. ده ساده خالص مش حاطه فيه حاجه خالص، اللي هو الطويل ده. بصي بقى تاكلي يعني وحده القرصايه كده. آه، ده يعني تقرمش معاكي من بره وتبقى دايبه من جوه. دوت بس اللي هو نقط اللبن اللي عمل، مش العجوه طلعت ولا حاجه، دي نقط اللبن.
والله حاجة جميلة وسهلة ومن عمايل ايدك، وان شاء الله تعجبكم كلكم ان شاء الله باذن الله طريقتي دي. ومتشكرة لكم قوي. السلام عليكم ورحمة الله.